أستاذ سعد أمنية لسوريا الجديدة اليوم؟ ما في أمنية، في شغل. يعني ما في بقى نتمنى. يعني نحن قبل كنا تبع وقت يقولوا لك جماعة الله يفرج، الله فرج، مفروض هيك. يعني بدي احكي شغله ما بعرف اذا الناس ممكن تقدر تفهم علي. يعني انا بقول لهم هي الليله اللي هي ليله 7 و8 الشهر، قلت لهم يمكن رب العالمين والانبياء كلهم والملائكه كانوا على الارض لحتى انقضيت هيك. يعني لانه انا ما تخيلت. يعني انا مثلا وقت عم يحكوا معي رفقاتي انه ليكنا رح نصير بساحه العباسيين، انا قاعد ايدي على قلبي بالبيت. عرفتي انه انا شو ردة الفعل اللي ممكن تصير؟ شو في بالشارع برا؟ شو في هاي ما عرفانين؟ شو مجهزيلنا؟ شو الكمائن اللي معمولة؟ شو فانتي انه تبع انقضت طلع الضوء وانت لسه مانك عرفانه وعم تفتحي وتتابعي على الفيس، تتابعي كذا، تدقي تليفونات لرفقاتك انه شو صاير عندكم هون، صاير شي كذا. هي شام انه انت لتاني يوم مثلا بعد الظهر طلعت من البيت انه كيف شباب كذا، انه رواق الامور. هلا اكيد كان في رعب حقيقي بالنسبه لكل الناس، بالنهايه ما حدا بيقدر يتحمل صوت رصاص. عرفتي شو؟ ايه بس انه تنقضى القصه انه ناس عم تقوس بالهوا وانتهينا. انتهينا من هيك حقبه بهي النقله. فانا بعتقد انه في كان لا في تدخل الهي مباشر كان بالموضوع. الحمد لله.